انا بس صعبان عليا واحد اسمه عثمان الخميس بيقول ان الشيعة حرفوا القرآن. احنا حرفنا القرآن؟ روح يا مغفل دور شوف مين اللي حرف القرآن. احنا حرفنا القرآن؟ طب ازاي؟ طب القرآن لو فيه اي خلل، كان اول امير المؤمنين من قادت اليه الدنيا ومسك زمام الخلافة كان على طول غير. لو فيه اي خلل ده اتحايلوا عليه، قالوا له سيب معاوية بس ايام على ما الحكم يستقر لك، خليه يعطيك البيعة وبعد كده اعزله. قال لا اقر الباطل ولو لحظة واحدة. فلو كان القرآن في خلل كان مولانا الامام صلح الخلل على طول. علماء الشيعة اللي لغاية النهاردة يمسكوا القرآن بيعملوا عليه استخارة، يعتقدون تحريفه ويستخيرون به. يخرب بيتك يا عثمان الخميس، يخرب بيتك. طب ازاي كده؟ مش خليك عاقل؟ روح يا مجنون شوف مين اللي حرف القرآن. روح شوف ائمتك، شوف الوليد بن يزيد بن عبد الملك لما فتح المصحف ولقي اول آية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، شوف عمل ايه؟ القى بالمصحف على الارض وجاب السهام وضرب المصحف بالسهام فقال اتوعد كل جبار عنيد؟ فها انا جبار عنيد. اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. روح شوف انت ائمتك يا ملعون، شوف مين اللي حرف القرآن. احنا نحرف القرآن؟ احنا؟ طب ازاي؟ طب ما ده القرآن ده اخو العترة، اخوهم في كفة الميزان معهم. ازاي؟ لا نشك في ائمتنا كما لا نشك في الكتاب. كيف نحرف القرآن او نقول كيف؟ شوف مين اللي حرف القرآن عندك.